أهلا بيكم صبايا بعد ال40. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهمنا كلنا، وهو نقص الأستروجين والمشاكل أو الأعراض اللي بيسببها لنا نقص الأستروجين وطرق علاجها أو التغلب عليها. طبعا احنا عارفين ان نقص الأستروجين ده بيحصل لنا لما بنوصل لسن الأمل. سن الأمل أو سن المينيبوز هو بيبقى تقريبا في الفترة من 40 ل55. أقل من ال40 ده بتبقى نتيجة يعني حالات استثنائية أو حالات مرضية. قبليها ب10 سنين بتبتدي لخبطة الهرمونات، وبعدين بقى بالتدريج واحدة واحدة كده يبتدي هرمون الاستروجين ينقص خالص خالص لحد ما نوصل لسن المينوبوز. بعد كده اللي هو سن انقطاع الدورة الفعلي يكون وصل لمستوى انخفاض كبير. بعد كده برضو بيبتدي برضو يقل بالتدريج، لكن ربنا طبعا مش بيسيبنا وربنا دايما معانا. ففي عندنا غدة فوق الغدة الفوق كلوية اللي هي الغدة الكظرية، وكمان لو ست يعني تخينة شوية يعني الدهون هنا بتبقى أول مرة يعني يكون ليها فايدة وقيمة. بتبتدي الغدة ديت وشوية الدهون اللي عندنا يبتدي يتحول منهم شوية لإنتاج هرمون الإستروجين. لكن مهما حصل إنتاج لهرمون الإستروجين ما بيوصلش أبدا للإنتاج اللي كان موجود عندنا، اللي هو كان مصدره الأساسي المبيض. طيب نقص الإستروجين بيسبب لنا مشاكل في إيه؟ كتير جدا. أهم حاجة بيسبب لنا أعراض يعني إحنا بنحس بيها، وهي الهبات الساخنة والتعرق الليلي، وبيسبب لنا مشاكل بقى في جسمنا. يعني الهرمون ده كان حمينا من حاجات كتير جدا. اهم حاجه فيها طبعا زي ما احنا يعني الاغلب عارف ان احنا بقينا زي الرجاله بالظبط معرضين للازمات القلبيه والجلطات. يعني بيسبب لنا مشاكل في الجهاز الدوري اللي هو القلب بقى والضغط والمشاكل الخاصه بقى بالجلطات. نمرة 2 زي ما قلنا بيسبب لنا هبات ساخنة، يعني بتخلينا كده الهبة دي كده بتقعد 5 دقايق 10 دقايق. الست فينا تحس كده ان الدنيا بقت حر شوية، يعني حر كده هبو وصهد كده حاسة بيه، وبعدين تبتدي تحس بتعرق مش مرغوب فيه ابدا. للأسف، والهبات الساخنة دي بقى للأسف كمان بتزيد بالليل، فبتسبب لنا بقى أرق وقلق وعدم جودة نوم خالص. الواحد ممكن كده السيدة تصحى بالليل تحس بحرارة وصهد، وتصحى على كمية عرق جسمها ايه زي ما تقولوا كده بيصب عرق كده بالليل. ده طبعا بيأثر على جودة النوم، وبالتالي برضو بيجيب قلق وتوتر. برضو نقص الاستروجين للأسف بيسبب لنا أعراض نفسية، يعني نكون كده ست اللي هي مرت بمرحلة بقت نفسيتها كده يعني مش ريلاكس كده، وبقت عصبية ومتوترة، وأي حاجة يعني تضايقها وأي حاجة تعصبها. كمان بيسبب لنا برضو بيساعد على هشاشة العظام، كان بيحمينا برضو من الهشاشة. لا، بعد نقص الاستروجين بنكون اكتر عرضة بقى لهشاشة العظام، وعشان كده لازم ناخد بالنا جدا من العظم بتاعنا وقوة العظم بتاعنا. او مش ان العضلات في سن معين، سن المينيبوز بتبتدي ان عضلاتنا مع السن مع زيادة المرحلة العمرية بتبتدي ان هي تقل من 1 ل2% سنويا. برضو نقص الاستروجين بيساعد على ان العضلات كميتها تقل. سن المينوبوز بيسبب لنا اجهاد، وبيسبب لنا وجع في المفاصل، وبيسبب لنا حاجه مش لطيفه خالص، وهي زياده الوزن. ايوه، زياده الوزن. للاسف بيسبب لنا زياده الوزن كمان في مناطق مش مرغوب فيها خالص، اللي هي مناطق البطن ومنطقه الوسط والمنطقه والدراعات، مناطق ابدا ما كناش بنحس ان احنا بنزيد منها لما بيحصل ان احنا وزننا يزيد. طيب، يعني احنا بقى طب نعالج الموضوع ده ازاي؟ مفيش حاجة ان احنا نعالج بيها موضوع نقص الاستروجين غير ان احنا نحاول ان احنا نزود نسبة الاستروجين عندنا في الجسم. هنزود ازاي نسبة الاستروجين عندنا؟ مفيش غير طريقتين، لا اما عن طريق تناول الاستروجين الصناعي، وده طبعا شيء مش محبب خالص وغير مرغوب فيه، لانه بيسبب عند كتير من الناس بعض الامراض السرطانية. او نتناول الاستروجين الطبيعي، يعني نزود كمية الاستروجين عندنا عن طريق لا اما نشرب مشروبات بتزود لنا الاستروجين، لا اما ناكل مأكولات فيها استروجين زي المرامية زي الحلبة زي اليانسون. كل دي مشروبات بتزود نسبة الاستروجين.
كمان الزعتر، يعني انا دلوقتي عامله كوبايه ينسون على زعتر علشان ازود نسبه الاستروجين عندي. طب بالنسبه بقى للمأكولات، عندنا العدس فيه استروجين، عندنا الصويا. نسيت برضه اقول بالنسبه للمشروبات في حليب الصويا. اي منتجات بقى لمنتجات الصويا، سواء مشروبات زي حليب الصويا، سواء اكل زي ناكل الصويا، سواء في جبنه اسمها توفو اللي هي جبنه معموله من الصويا، او نعمل همبرجر ونحط فيه الصويا. اي منتجات الصويا ديت بتزود هرمون الاستروجين. كمان في برضو حبوب، يعني بعض الحبوب اللي ممكن لو كلناها بتزود الاستروجين زي ما قلنا كده. العدس مثلا، طب ممكن نعمله كشري او نتناوله باي طريقه، زي ممكن نعمله زي الفول. او مثلا ممكن كمان بذور الكتان. بذور الكتان دي برضو من الحاجات اللي بتزود الاستروجين، يعني ممكن ناخد بذور الكتان كده نطحنها، بس طبعا يا ريت نستخدمها في نفس اليوم او في نفس اللحظه، او يعني كتير قوي لو طحنا بذور الكتان نحطها في التلاجة لمده يومين اقصى حاجه، ونحاول نتناول بذور الكتان، او ممكن ننقعها كده نحطها في شويه ميه ونقرقشها كده، وديت برضو من الحاجات اللي بتزود نسبه الاستروجين. طيب خلاص، برضو في حاجات في الأجزخانات من مواد أصلها مواد طبيعية. يعني في حبوب كده مستحضرات في الأجزخانة ممكن تروح تشتريها، زي في حبوب زهرة الربيع، وفي كمان حبوب مصنوعة من الحلبة، وفي كمان حبوب مصنوعة من الصويا. في 3 منتجات موجودة في الصيدلية اللي أنا أعرفهم، اللي هي حبوب الصويا، وفي حبوب كمان زهرة الربيع اللي هي برايمري روز، وفي حبوب كمان مصنوعة من الحلبة. اللي مش بيحب يشرب حلبة، اللي بيخاف بقى من ريحة الحلبة انها بتظهر في العرق او في البول، ففي حبوب دلوقتي موجودة في الأجزخانة مصنوعة اصلا من الحلبة. يا ريت بقى اللي عندها اي معلومة عن اي منتج بيزود نسبة الاستروجين عندنا، يا ريت تكتب لنا في الكومنتات. طب كمان برضو كنت عاوزة اقول مهم جدا ان احنا نحاول نعالج اعراض نقص الاستروجين، سواء على العظم او العضلات او القلب. بالنسبة للعظم طبعا احنا لازم ان احنا نحاول بقى ناخد فيتامين د، نتناول الكالسيوم. بالنسبة للعضلات يا ريت نحاول نلعب رياضة. بالنسبة للأكل نحاول ناكل أكل صحي يبعدنا عن الأزمات، أو نتعرض، لأن طبعا الأكل الصحي ده بيحمينا، وإن احنا نقلل المأكولات اللي هي ممكن تسبب لنا الكوليسترول، ده بيحمينا برضو من الأزمات القلبية. بالنسبة للجلد مهم جدا ان احنا نرطب الجلد، الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب، ونحاول ان احنا ناخد فيتامين اي علشان نحاول ان احنا نطري الجلد بتاعنا. زي ما قلت، اللي عندها اي معلومات ازاي ان احنا نحاول نعوض او نقد، او عندها في اي بلد مشروبات بتزود الاستروجين، يا ريت تكتب لنا في الكومنتات. ويا ريت لو عجبتكم الحلقه تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.